انساي كامل الوصفات تاع البريوش اللي عندك وجربي لي هاد الوصفه اليوم من مطبخ سهام ماس. جبت لكم احسن وصفه تاع بريوش يجي خفيف ريشه المبتدئه اللي جامي خدمته راح تنجح فيه من اول تجربه. خليكم معايا باش نعرف المقادير وطريقه تحضيره وفرجه ممتعه. نبداو بسم الله على بركه الله في الوصفه. الوغ هنايا عندي زوج كيسان نتاع الحليب يكون دافي. الكاس تاعي السعه نتاعو 250 ملل. الكاس الثاني نزيد معاهم ملعقه اكل خميره الخبز. ملعقه تاع الاكل هكذا تكون مملوءه مليح. نفس الكاس اللي عبرت به الحليب رايحه نديرو سكر، يعني هكذا ندير نص تاعو سكر ونخلط كلشي هكذا. نزيد معاهم زوج كيسان نتاع الفرينه مبدئيا، الكاس الثاني ونغربلو كلشي. نخلطو كلشي بالفوي. نجيب البراميكسور ونضرب كلشي هكا. نغطي الغيسيبيون تاعي نخليه يخمر ونرجع معاكم. الو هنا البريوش نتاعي بعد ما خليته 20 دقيقه. شوفوا هنا كيفاش يعني تفاعلت الخميره. نجو هنا نهبطوها بهذه الطريقه ونجو الاضافات. عندي هنايا نص كاس نتاع الزيت، توجور نفس الكاس اللي خدمت به من الاول. نزيد مع ملعقه صغيره نتاع الملح، ملعقه نتاع ديسير مملوءه مليح نتاع لافاني، وعندي هنا حبه بيض وصفار بيض، عفوا حبه بيض وبياض بيضه. نديرو الحبه اللي تاع البيض ونزيدو البياض فقط، والصفار نحتفظوا به باش نديرو به لا دوغور مع التالي، ونخلط كلشي مع بعض. الوصفه تاع البريوش تاعنا تاع اليوم راح نخدموها فقط بالملعقه الخشبيه، مش راح كامل نديرو يدينا فيه. مع الفرينه راح نزيد كيس خميره الحلويات ونغربل كلشي. نسيت الزاز تاع الكرز ولا قشور الليمون، يعني هنا يديروا كميه مليحه. نخلط الزاز مع العجين بهذه الطريقه، ونكمل في اضافه الفرينه مع الخميره. نجيب الملعقه الخشبيه ونبدا نجمع في البريوش نتاعي. فوالا شوفوا هنايا معايا القوام تاع العجينه تاعنا اللي نتحصلوا عليه، لازم يكون هكذا تتلاصق. ونجيبو هكذا حوالي ملعقه اكل نتاع لا مارغرين ونسيو ندخلوها في العجينه نتاعنا. نجيب هكذا لو ريسيبيون تاعي ونرفد فيه ونرجع فيه العجينه تاعنا. مرحله لازم نخلي العجينه تاعي تخمر، يعني من شروط نجاح البريوش ان نخلو العجينه تاعنا تخمر، يعني ياخذ راحته في الخمور. نجيب هنا بابي فيل نغطي العجينه تاعي، نغطيها ونخليها تدي وقتها في الخمور. نجو لهنا العجينه تاعنا بعد ما خمرت وتضاعف الحجم تاعها. هنايا انا خليتها 45 دقيقه باش رجعت في الحجم اللي راكم تشوفوا فيه. هنا درت في يدي شويه تاع الزيت ورايحه نديكازي العجينه تاعي. حنجيب البلاطو نتاع الفرن دهنته شويه بشويه نتاع الزيت ورايحه نحط فيه لاباط نتاعي ونبدا نبلاطي في العجينه نتاعي. هنا نبلاطي كامل العجينه في البلاطو كيما راكم تشوفوا، نغطيه ونخليه يخمر، يعني حنا نخليه واحد ربع ساعه حتى نص ساعه غير يضاعف الحجم تاعو. نرجع معكم. فوالا البريوش تاعنا بعد ما اخمر وضاعف الحجم تاعو. نجو هنايا نرسمو فيه مربع يعني بالاصابع تاعنا. عندي هنا لاكوش رايحه نفرغ فيها كميه نتاع لا كونفيتور ونبدا نعمر في الفراغات اللي عندي. صفار البيض تاعنا اللي نحيناه رايحه نزيد له شويه تاع الحليب، نضيفو هكذا نصف ملعقه نتاع ديسير نتاع الفاني ونخلطوها مع صفار البيض.
هنا تحبوا تزيدوا كاكاو، تحبوا ديروا الزيت، يعني كل واحد ولا كل وحده دير الاضافات اللي تحبهم هي. ونبدا ندهن في الوجه نتاع البريوش، ما نضغطوش على العجينه باش ما نهبطولوش الخمور، يعني غير بالعقل. الفرن نتاعي راه مسخن اعلى 180 درجه. ندخل البريوش نتاعنا يطيب، كي نشوف الحواف تاعو احمر ونشعلو من الفوق ياخذ تحميره شابه، نخرجو ونرجع معكم. على البريوش نتاعنا بعد ما طاب تحميره بزاف شابه من تحت كيف كيف طاب معنا. البريوش نتاعنا بعد ما بات كيما راكم تشوفوا، شوفوا لي الخفه نتاعو، جا خفيف من اروع ما يكون. دوكا هنا ديروا له رشه نتاع السكر جلاس يعني. وفوالا البريوش تاعنا راه واجد. هنا نقسم معكم باش نشوفوا البريوش تاعنا كيفاش يجي داير من الداخل. وشوفوا لي يا خياتي العجينه ان شاء الله تكون واضحه. هنا قدمت لكم العجينه للضوء، شوفوا هنا كيفاش تجي من الداخل. شوفوا هنا الهشاشه نتاع البريوش نتاعنا، يعني تجي روعه. شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يعني روعه. وهكذا نكون لحقنا نهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتجربوها. سلام.